السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفضاء مكان غريب جدا جدا. أغلب الناس فاكرين إن الكواكب معظمها زي بعض، كرة مكونة من أحجار وغازات، لكن الكواكب معظمها مختلف جدا عن بعض. بس الأول كده روح اعمل لك كوباية شاي وتعالى شوف الفيديو. أهلا بكم، أنا زياد أشرف. على بعد 400 سنة ضوئية من كوكب الأرض موجود كوكب اسمه G1407b، وبتلف حوالين الكوكب ده حلقة كوكبية أكبر ب 200 ضعف من الحلقة اللي بتلف حوالين كوكب زحل. والباحثين لحد دلوقتي مش قادرين يفهموا إزاي الكوكب ده قدروا إنه يجذب حلقة بالحجم العملاق ده رغم إن حجمه صغير جدا بالنسبة ليه. وحلقات الكوكب ده كبيرة جدا جدا لدرجة إن حلقات كوكب زحل عندنا كانت لو بالحجم ده كانت هتظهر عندنا في السماء أكبر من القمر وهو كامل. كوكب كروت 7 بي بيدور حوالين نجم على بعد 480 سنة ضوئية من كوكب الأرض، ومش مختلف كتير عن كوكب الأرض، إلا إن الكوكب ده يشبه التصور الفعلي للجحيم. الكوكب مليان بأمطار من الحجارة وبراكين مستمر طول الوقت، ودرجة الحرارة عليه فظيعة. الكوكب ده دايما في جنب منه باصص على طول ناحية النجم بتاعه، وبتوصل درجة الحرارة على الجنب ده ل 2000 درجة مئوية، وده بيخلي الجنب التاني من الكوكب ده دايما باصص بعيد عن الشمس من غير لا ضوء ولا حرارة. وبتوصل درجة حرارة الجنب ده ل 220 درجة مئوية تحت الصفر. وتسمى الكوكب ده بالاسم ده على اسم التلسكوب اللي تم اكتشافه بيه. على بعد أكتر من 750 سنة ضوئية من المجموعة الشمسية بتاعتنا موجود كوكب اسمه تريستو بي، واللي مخلي الكوكب ده غريب إنه أحلى كوكب تم اكتشافه لحد النهاردة. الكوكب الغامق والغريب ده الغلاف الجوي بتاعه بيعكس أقل من 1% من الضوء اللي بيسقط عليه، وكمية الضوء المعكوسة دي قليلة جدا جدا لدرجة ان هو بيعكس ضوء اقل من اللي بيعكسها الفحم والجزء الضئيل اللي بينعكس من الضوء اللي ساقط عليه بياخد اللون الاحمر، وده اللي بيديله شكله المخيف الاسود بلونه الاحمر الخافت. كوكب 55 كانجرائي هو عبارة عن ألماس عملاقة بتطوف في الفضاء. في بداية تكون الكوكب ده كان أغلبه من الكربون، وبفضل الضغط والحرارة الشديدة اللي سببه النجم اللي بيدور حواليه الكوكب اتحول الكوكب لألماس عملاقة. والكوكب ده حجمه تقريبا ضعف كوكب الأرض، وتلت الكوكب تقريبا من الألماس، لدرجة إن تم تسعيره بمبلغ 26.9 نونيليون دولار، والنونيليون ده عبارة عن واحد قدامه 30 صفر. بس قبل ما تطلع الكوكب ومعاك الفاس 55 كانجرائي على بعد 40 سنة ضوئية من الأرض، ولو حصل وقدرت توصل في يوم وجبت معاك آلاف الأطنان من الألماس، الكمية أول ما تنزل السوق هتوقع سوق الألماس بالكامل، وساعتها الألماس هيبقى من العناصر الرخيصة. جليزي 436 بي هو كوكب تم اكتشافه مؤخرا حجمه قريب من كوكب نيتون، والكوكب بالكامل من التلج، وده مش كفاية عشان يتحط معانا في القائمة دي. الغريب في الكوكب ده انه دايما قريب من النجم بتاعه لدرجة ان السطح بتاعه دايما مشتعل، ودرجة حرارته بتوصل ل 439 مئوية. ولو مستغرب ازاي التلج يبقى مولع نار، فالباحثين اكتشفوا السبب اللي خلى التلج مسحش لحد دلوقتي رغم النار اللي دايما مشتعلة فيه هو الجاذبية الشديدة لمركز الكوكب ده. وقوة الجاذبية دي شديد لدرجة هو ان التلج ده لما بيسيح بخار التلج ده ما بيقدرش يبعد عن الكوكب، وده اللي مخليه قطع التلج مشتعلة. كوكب جي 1214 بي هو صاحب لقب الكوكب المائي، وتم تصنيفه انه الكوكب المائي لانه مفيهوش اي يابسة تماما، وده مش زي الكوكب المائي اللي ظهر في فيلم انترستيلر. المياه اللي على الكوكب ده عمقها كبير جدا لدرجة ان هي توصل لمركز الكوكب، واي حد على سطح الكوكب ده مش هيشوف غير مياه في كل الاتجاهات، وده اللي بيخليه يفوز بلقب الكوكب المائي بجدارة. لازم تحمد ربنا انك مش عايش على الكوكب ده. الكوكب ده بيمطر قطع ازاز طول الوقت وفي كل مكان على سطح الكوكب. الغلاف الجوي بتاع الكوكب ده مليان تماما بجزيئات السيليكون، واللي بتديله لونه الازرق الجميل، لكن بفضل درجة حرارة الكوكب ده الشديدة جزيئات السيليكون دي بتتضغط وبتتحول لقطع من الازاز. ومش كفاية ان الكوكب بيمطر ازاز طول الوقت، المطر ده بيطير في كل مكان على الكوكب، وده بفضل الرياح الشديدة اللي موجودة عليه، واللي بتوصل سرعتها ل 6400 كيلومتر في الساعة. لو فاكر ان الحياة صعبة على الكوكب اللي فات يبقى انت ما تعرفش كوكب واسب 12 بي. الكوكب المسكين ده بيتاكل بالحياة بسبب النجم اللي بيدور حواليه، والكوكب ده مداره قريب جدا من النجم بتاعه لدرجة ان الحرارة مسيحة السطح بتاعه، وكتلته بتتاكل واحدة واحدة وهو بيدور حوالين النجم. الكوكب حجمه تقريبا في حجم كوكب المشتري، لكن درجة الحرارة اللي عليه مخليه منفوخ زي البالون. والكوكب ده بيخسر تقريبا 6 مليار طن من كتلته في الثانية الواحدة، والكوكب ده بيخسر من كتلته بسرعة كبيرة جدا لدرجة ان هو ما بقاش شكله كروي، بقى شكله عامل زي البيضة.
كوكب جليزي 581 c هو كوكب مميز جدا، والسبب اللي مخليه مميز جدا هو لانه تم التصويت عليه من المجتمع العلمي بانه من اكتر 3 كواكب ممكن يكون عليهم حياة، ومع ذلك هو مختلف جدا عن الارض. النجم اللي بيدور حواليه الكوكب ده مصنف بانه قزم احمر، وهو نوع من النجوم الصغيرة نسبيا والباردة نسبيا، وده معناه بانك لو على الكوكب ده وبصيت للسماء هناك هتلاقي السماء لونها احمر، والكوكب كمان مداه مقيد زي القمر بتاعنا كده، وده معناه بان الكوكب مش بيلف حوالين نفسه، واللي بدوره بيخلي نص الكوكب دايما باصص ناحية النجم والنص التاني دايما باصص بعيد عن النجم، والوجه اللي باصص ناحية النجم درجة حرارته عالية جدا لدرجة تخليك تسيح وانت واقف هناك، والوجه التاني درجة حرارته باردة جدا لدرجة تخليك تتجمد في الحياة. ولو مستغرب ان كوكب ظروفه صعبة كده مصنف ان هو ممكن يكون عليه حياة، ده لانه في خط ضيق بيفصل ما بين المنطقة الباردة والمنطقة الحارة، ودرجة الحرارة في الخط ده مناسبة للحياة. وسنة 2008 ناسا بعتت بالستلايت رسالة موجهة للكوكب ده، ومتوقع انها توصل سنة 2029. على بعد 470 سنة ضوئية من كوكب الأرض تم اكتشاف كوكب عن طريق تلسكوب كيبلر، وتسمى كيبلر 438 b، مش لأنه في حاجة شاذة زي الكواكب اللي فاتت، والكوكب غريب لأنه لحد دلوقتي هو أقرب كوكب في الشبه لكوكب الأرض، ونسبة الشبه بينه وبين كوكب الأرض هي 88%، ودي حالة في غاية الندرة، وتم اكتشافه في يناير 2015. والكوكب ده فيه كل حاجة تسمح له بانه يكون عليه حياة، وبعد الكوكب ده عن النجم بتاعه بيحطه في المكان اللي العلماء بيسموه الجولدي لوكزون، وهو النطاق الصالح للحياة، وده بيحصل لما الكوكب ما بيبقاش قريب للنجم التابع ليه لدرجة تخليه سخن جدا، ولا بعيد عن النجم التابع ليه لدرجة تخليه بارد جدا، وده معناه بان كيبلر 438 b محتمل جدا تكون عليه مية في الصورة السائلة، واللي تعتبر اهم اسباب الحياة. وبكده يكون انتهى الفيديو بتاعنا. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش قبل ما تخرجوا من الفيديو تشتركوا في القناة وتدوسوا زرار اللايك لان ده بيدعمني جدا. اهلا بيكم، انا زياد اشرف،